حبيبتي منيرة مبسوطة؟ اللي شفتوه قبل شوي كانت طلعة حلوة مع أهلي بس من عيوني أنا أشوف العالم بس بطريقتي الخاصة، وأنا الحين بعلمكم أشياء سهلة عشان تكون حياتي أحلى. إذا دخلتوا علي الغرفة قولوا لي السلام عليكم عشان أعرف إن أحد دخل الغرفة. إذا تبغون تسلمون علي قولوا يمينك عشان أمد يدي لكم وسلموا عليها. لو سمحتوا إذا بتغيرون ترتيب أثاث البيت أو المدرسة أعطوني خبر، لأن أنا تعودت على أماكن الأشياء وأخاف أصدم فيها. أنا الحين صغيرة أمسككم من هنا وشكوات أمسككم من هنا. تراني أعرف إذا كلمتوني وأنتم ماشيين ومعطيني ظهركم زي ما تحبون إن الناس يكلمونكم ويطالعونكم، أنا بعد أحب الناس يكلموني ويطالعوني. إذا جيتم تكلمونا لا ترفعون صوتكم علينا، صح إحنا ما نشوف بس لكن نسمع زين. إذا كان معاي مرافق مبصر لي وعندكم أسئلة اسألوني أنا مش المرافق المبصر. إذا جينا بنطلع الدرج عطونا خبر إن إحنا بنطلع، وإذا جينا بننزل من الدرج عطونا خبر إن إحنا بننزل من الدرج. إذا تبغون تعطوني شيء قربوه عندي عشان أحس فيه وأمسكه. إذا جيتوا بتقدموا لي عصير قولوا لي إيش هذا العصير، عصير مانجا، عصير برتقال، عصير فراولة. وبقول لكم حاجة مهمة، لا تخلي الأبواب نص مفتوحة، إما تخلوها مفتوحة بالكامل أو تخلوها مقفلة بالكامل لأنه خطر علي ممكن أصدم فيها. إذا حبيتوا توصلون لمكان اسألوني قبل، يمكن أحتاج مساعدة يمكن ما أحتاج. إذا طلعنا مكان اشرحوا لنا إيش حاولنا، نبغى نعرف ونتخيل إحنا وين. آخر شيء نبغى نقول لكم إذا شفتونا في السوق أو المدرسة أو في الشارع أو في السوبر ماركت أو في أي مكان ومعانا عصاتنا البيضاء لا تتفرجون علينا وتستغربون، ترى حنا نتضايق ونحس ننحرج. نبيكم تفتحوا لنا الطريق وتشجعونا لأننا نبغى نلعب ونفرح زيكم. ما تزال بعض مدارس الدمج لا تشجع على استخدام العصا البيضاء للطلاب كفيفي البصر، إضافة لعدم تأهيل المباني لتلائم احتياجاتهم وتأخر وصول كتبهم الخاصة بلغة برايل سنويا. أبناؤنا كفيفي البصر يستحقون منا المزيد.